مهندس. توفيق يا كابتن ان شاء الله. صبر انت كل يوم كمان ان شاء الله سنه كويسه ان شاء الله السنه باذن الله. والله انا وقعت النادي الالومنيوم، ما اعرفش التفاصيل اللي جوه العقد، لان انا مضيت زي عقد الزواج كده، مضيته بدون ما اقرا اللي جواه، لان النادي الالومنيوم نادي كبير وشرف لاي مدرب يخش نادي الالومنيوم. ومن اول اتصال انا لم اتردد لحظه ان انا اتوجه الالومنيوم فورا، ووقعت العقد. انما تفاصيله داخل العقد انا ما قريتهاش وما اعرفهاش. انما انا جاي ادرب نادي الالومنيوم، مش جاي اقرا تفاصيل، انا جاي ادرب نادي الالومنيوم عشان نحقق انجاز نادي الالومنيوم السابق، لانه نادي كبير، نادي له باع طويل في كرة القدم في الصعيد. احنا الاول بنرحب بالكابتن شريف، وده اضافه كبيره لنادي الالومنيوم، هو ابن الصعيد، وده كانت يعني الفكره الاساسيه ان احنا نجيب ابن الصعيد اللي هو يدرب فريق الالومنيوم. ان شاء الله الاول بنرحب بالكابتن شديد، واحنا سعداء فعلا بتواجده معانا، والمهندس عبد الظاهر وعدنا كمجلس اداره ككل بدعم الفريق بكل ما الامكانيات. فان شاء الله لان احنا املنا فعلا نصعد، وان شاء الله زي ما صعد الكابتن شديد المنيا واسوان للترقي، لا ان شاء الله يصعد الالومنيوم للممتاز. تم استعراض السيره الذاتيه لاكثر من مدرب، وكانت الثقه في مجلس الاداره ورئيس المهندس عبد الستار في الكابتن شديد، ودي زي ما قال الكابتن شديد دي بتحمل مسؤوليه اكثر ان شاء الله يكون يعني باذن الله السنه دي سنه الصعود للدوري للترقي الاول ثم للدوري الممتاز ان شاء الله بعد كده. من داخل نادي الالومنيوم، حيث كنا معكم في توقيع عقد الكابتن شديد قناوي لنادي الالومنيوم كمديرا فنيا، كان معكم احمد القاضي، قناه القاهره، برنامج كره بلدنا، التلفزيون المصري.